السلام عليكم. لو انت شخص بتعمل حملات اعلانية الهدف منها انك تسوق لمنتجاتك وتروج لها وتخليها تبيع بشكل اكبر، سواء الحملات دي كانت اونلاين او اوفلاين، فخليني اقولك على 3 عناصر مهمة جدا ان هم يكونوا موجودين في اي حملة اعلانية عشان تضمن نجاحها. العنصر الاول هو انك لازم قبل ما تعمل حملة اعلانية تكون دارس سوقك كويس قوي، وتكون فاهم عميلك وفاهم هو احتياجاته ايه، وفاهم هو اللغة اللي بيتكلم بيها ايه وايه اللي هو عايز يسمعه، عشان لما تعمل اعلان يكون فعلا اعلان جذاب للعملاء، يكون قادر يشدهم ان هم يجولك ويشتروا المنتج بتاعك، فبالتالي يكون اعلان نتائجه ايجابية. الحاجة التانية انك لازم لما تعمل اعلان ما تسيبوش وتمشي، انت بتعمل الاعلان وبتراقب نتائجه بشكل مستمر، بشكل يومي، ويمكن كل ساعة كمان بتخش تشوف اعلانك ده وصل للمستهلكين بشكل عامل ازاي، وصل لمين بالظبط، والناس اللي وصل لهم ده هل اداهم التأثير اللي انت كنت عايزه؟ طب هل الناس استجابت للاعلان بشكل ايجابي ولا لا؟ وبتعمل حاجة اسمها اوبتمايزيشن او تحسين او تعديل في الاعلان بتاعك دايما عشان تحاول توصل لافضل النتائج. الاعلان ده طول ما هو شغال فانت بتتابعه وبتشوف نتائجه اول باول كل يوم وكل ساعة. لو حسيت ان في اي حاجة محتاجة تعديل بتعدلها وتكمل في الاعلان، مش بتعمله وترميه. تالت حاجة وهي الحاجة الاهم الحقيقة، مش بس في الاعلان ولكن في التسويق ككل وفي ادارة الاعمال ككل، هي الحفاظ على الامانة والمصداقية في اعلانك. في ناس كتير بتقع في الفخ ده، ولما بيجوا يعملوا اعلان بيوعدوا الناس بامور عالية قوي هم ما يقدروش ينفذوها. لا، الكلام ده غلط، والكلام ده حتى لو جاب لك نتائج مؤقتة، الناس صدقت اعلانك وجت اشترت من عندك وفي الاخر اكتشفوا ان اللي انت وعدتهم بيه ما نفذتوش، هينقلب الموضوع عليك لخسائر كبيرة جدا. فمن فضلك حافظ دايما على مصداقية اعلانك، وما توعدش الناس بحاجة في الاعلان غير وانت قادر تنفذها. لو عايز تعرف اكتر عن التسويق وادارة الاعمال اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. سلام عليكم.